السلام ورحمة الله، كي راكو دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وما نقصكم خير. اليوم اخوتي غادي نصايبوا هاد الوصفه ديال الروز اللي كتجي اكثر من رائعه. كنحيروا بزاف المرات كيفاش نصايبوا الروز، مره بالدجاج، مره بالسفه، مره بالحليب اولا السلطه. غنصايبوا هاد الخبيزه اللي كتجي ممتازه، اللي دقها غادي يحماق عليها، وانا متيقنه غتولي هذه هي الوصفه المعتمده عندكم. ديما كتحل تتفك الوحايل هاد الوصفه هذه، كتقطع مرصويات هاد الخبيزه تدار للوليدات في اللانش بوكس اولا هكذايا تاكلوها على برا اولا في العشاء. مزيانه خصوصا في وصفه ديال العشاء. غنستعمل فيها هذا الرز هذا الابيض، هذا الشكل هذا كيجي بحال كيتعجن شويه، ولكن هو اللي لايق لنا لهذه الوصفه. كنسلقوا الرز في شويه ديال الملحه، فقط غير الملحه، ومن بعد ما كيتسلق كنخليه حتى كينشف منه الماء ديالو، وكنزيد عليه شويه ديال صلصه الصوجا. كنسقيه باي نوع ديال صلصه الصوجا عندكم، اولا صوص تيرياكي او اي نوع ديال لي صوص صوجا. كنسقيه به ونخلطو مزيان، وغندوز مباشره نحطو في واحد المقيله اللي تكون مدهونه بالزيت. الا ما كانتش المقله هكذا، الا كانت كتلصق، من الاحسن نفرشوا لها واحد ورق الطبخ وندهنوه بالزيت. عاد نبداو نحطو هذه الطبقه ديال الرز اللي عليها غادي نحطو الحشوه اللي موجوده عندنا، اي نوع ديال الحشوه كنضغط عليه تنقاد ليه واحد الطبقه، وغادي ندوز نبدا نعمرها باي خضار عندكم، سواء هكذا بروكولي مسلوق، اولا ديروا عليها الزيتون، كورنيشون، المايز. انا غادي نستعمل هذه الحشوه هذه اللي عندي هنايا، خزو محكوك في حكاكه رقيقه، ما مصهد ما مشحر ما مسلوق، يعني باقي خضر، كيجي بنين فيها. انتما جربوه وتبعوني، مهم كيعطيها واحد البنه زوينه، واحد لافخيشو وسط من انه هذا الشيء اللي خضر غادي يزيد يطيب شويه، غادي يتسهد. غنضيف عليها شويه ديال الطون، تقدروا تعوضوه بالكفته ولا طريفات ديال الدجاج اولا هكذا كروفيت اولا كالامار اللي متوفر عندكم، اولا لا شاركوتري اللي كان. غندير هنايا شويه ديال البصله اللي مشلده ورشيت عليها شويه ديال الملحه، وندير الا كاين المايز ديروه، كورنيشون، الزيتون، وغادي نضيف اي نوع ديال الفرماج من الانواع ديال الفرماج اللي كيداروا في البيتزا، سواء الموتزاريلا ولا الفرماج احمر. وغادي نعاود نغطي عليها بالطبقه الفوقانيه ديال هذاك الرز. هذه هي الفكره ديال هذه الخبيزه هذه، كتعمروها باي حاجه متوفره عندكم. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نغلفها عاوتاني بالطبقه الفوقانيه ديال الروز، نبدا نضغط عليها باش نشكل واحد الخبيزه، ونسد عليها، ما نخليش الشقوق ديالها، ونحطها يا اما نحطوها في المقله. هاد المقله هذه الا بغينا نحطوها على النار نحطوها، بغينا ندخلوها حطيناها في مول وبغينا ندخلوها الفران حتى هكذاك مزيانه. اي طريقه عجبتكم ديروها في هذا الروز هذا، الخبيزه ديال الروز ممكن ديروها، تحطوها في اللاطه وتصايبوا خبيزه وتحطوها هكذاك في الفران حتى هكذاك راها كتجي غزاله في الفران. المهم كيف ما قلنا خوتي، الا كانت المقله كتلصق ضروري فرشوا لها واحد ورق الطبخ. غادي نقلبها على الجهه الاخرى ونخليها تاخذ واحد التحميره، ما كتاخذش مده طويله فوق النار، غير واحد شويه كتحمر وهكذا، وتنقطعوها طريفات. هادو كرات استعملت نيت هذا الرز هذا، غير كنرمدهم في شويه ديال البيض والسميده وكنقليهم. يعني حتى هذه طريقه زوينه بهاد الكرات هادو، كيترافقوا مع لاصوص تيرياكي او لاصوص صوجا. كنقطعوها مرصويات، يديوها لوليدات اللانش بوكس، يديوها هكذايا نخرجوا بها الرحلات، ووصفه ممتازه للعشاء ان شاء الله. انا متيقنه الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. كنتمنى ان هذه الفكره تكون نالت اعجابكم وتستافدوا منها وتبقوا على خير. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.